ايه اسباب اللي تخليني اشرب حشيش عموما؟ او اهمهم طبعا هو الفضول. ايه اسباب اللي تخليني اشرب حشيش عموما؟ ايه الاسباب اللي تخليني اشرب حشيش؟ الاسباب: واحد، الهروب. رقم واحد، اول سبب بيجي في دماغك، عايز اهرب. تاني سبب الصحاب. اه الصحاب خلوني او يخلوك تجرب لمجرد التجربة. تالت حاجة احساس، ممكن يبقى عنده احساس شوية ان هو مش منتمي للجماعة دي او للناس دي، فده سبب تالت. ورابع واهمهم طبعا هو الفضول. الفضول الفضول الفضول. كررتها 3 مرات الفضول دي على فكرة. طب هجاوب مثلا على اول نقطة الا وهي الهروب. الهروب هتبقى يعني ازاي؟ ايه سبب الهروب اللي يخليني اضرب مخدرات او اشرب حشيش؟ يعني خلينا نبقى محاصرين دماغنا دلوقتي او كلامنا على نقطة واحدة الا وهي ليه بشرب حشيش. تمام. الهروب قلنا لان هو بيبقى حاسس ان هو طول الوقت عنده ضغوطات معينة او عنده مشاكل معينة، هو محتاج ياخد زي وقت راحة، يعمل هولد شوية لدماغه، او بمعنى اصح خلينا نقول يفصل. ده الاحساس اللي بيبقى عنده، فمجرد ان هو بياخد الحشيش فبيبدأ ان هو يحس ان هو خلاص فصل او خد الراحة اللي هو عايزها. بس هنا تعالى بقى اقول لك السؤال بشكل مختلف. هي انت لما خدت الحشيش انت محلتش المشكلة، انت عملت زي نقطة كده اللي هي فاصل ونعود. هتعود على المشكلة تاني، انت ما حلتش، انت راجع لمشكلتك مرة تانية. وعلى الوقت اللي انت خدته ده على فكرة انت الوقت ده انت ما وجدتش فيه حلول، بالعكس انت زودت مشاكلك مشكلة كمان. دي نقطة من ضمن النقط. يعني الصحاب ده تاني اوبشن موجود علشان خاطر يا عم جرب. ايه المشكلة؟ كلنا بنعمل كده. ده الحشيش ده يعني ولا حاجة، لزوم الضحك والهق والهزار فالصحاب بتزق على حاجة زي دي. اه طبعا الصاحب ساحب زي ما احنا بنعرف وزي ما احنا بنسمع في الاغاني، وزي الكينج طبعا لما قال. بس بيزقوك كتير، وللاسف هي دي الناس اللي انت قاعد معاها طول الوقت، هي دي الناس اللي انت متعايش معاها طول الوقت. فانت في بعض الاوقات اكيد هتضعف وتاخد خطوة زي دي. وانا بحس كمان فكرة الانتماء برضو بتبقى هي والصحاب ريليتد ببعض قوي. ده حقيقي، لان هم انت بتحس ان انت مش منتمي للجماعه دي، فالانتماء بيخليك تروح تاخد الخطوه دي علشان تبقى منتمي لده، او منتمي للجماعه دول، او منتمي للناس اللي بتشرب الحشيش دي اللي هم على ارض الواقع بيكونوا اصحابك. فانا بحس ان فكره الصحاب والانتماء هما الاثنين نفس السبب او نفس الحاجه يعني عموما. نيجي بقى لاهمهم وعمهم، هو فضولك. الفضول، انا عايز اجرب، عايز اعرف الاحساس عامل ازاي. احساس ايه؟ احساس ايه؟ احساس ايه بس؟ تعال انا اقول لك على الاحساس. بص خلينا نكون متفقين على نقطه معينه. لما بتيجي بتشرب حشيش، انا ليه بركز على الحشيش؟ يعني احنا هنمشي نقطه نقطه. يعني بنتكلم على الحشيش عشان هو المتعارف عليه في مجتمعنا ان هو امر سهل وبسيط وممكن ان احنا نعمله، والموضوع سلس، والموضوع مش ادمان، والموضوع مجرد ان انا لو عايز ابطله هبطله. نفس الكونسيبت بتاع ان انا بشرب سجاير مثلا، انا لو بكره الصبح لو حبيت ان انا ابطلها هبطلها. ده الكونسيبت اللي الناس كلها فاهماه. فهنرجع لنفس النقطة بتاعتنا، انت عايز تجرب ايه؟ عايز تحس بايه؟ فضولك واخدك عايز تحس. تعال انا اختصر عليك الموضوع واقول لك هتحس بايه. مبدئيا هو مفيش حاجة اسمها ان انا بشرب علشان احس احساس معين واحد. الاشخاص بتختلف، البني ادمين بتختلف في احساسهم بمجرد ان هو يشرب حشيش على فكرة. يعني ممكن حد يشرب حشيش نلاقيه مثلا مسترخي، هادي، عنده احساس بنشوة عالية، ضحك، جوع، احساسه بالوقت قد يكون مش موجود، يعني احساسه بالموسيقى يزيد. كلها امور جميله. انا قلت مميزات، انا قلت مميزات، وده حقيقي في بعض الاوقات ممكن حد
يشرب حشيش يبقى دي مميزاته اللي هو بيحس بيها. طب على العكس ممكن حد تاني يجرب يحس احاسيس تانية مختلفة خالص انت مش متخيلها. اول ما هيشرب هيحس بقلق، توتر، مبدئيا تسارع في ضربات القلب، ممكن يؤدي الى اضطراب نفسي فعليا، ممكن يؤدي لحاجه نفسيه بمجرد ان هو جرب اول مره. فكده احنا بقى عندنا حاجتين: حد بيجرب اول مره فبيحس الاحاسيس اللي احنا قلناها الاول، وحد بيجرب لاول مره برضه وبيحس الاحاسيس التانيه. فمفيش زرار بيقول التجربه بتساوي سعاده، مفيش مش اوبشن نازل مع ان انت مع فضولك لما ياخدك او يسوقك ان انت تجرب حاجه. مفيش حاجه اسمها ان انا هجرب فالتجربه بتساوي سعاده، ده مش زرار، مش اوبشن. لا، هو في جانبين للموضوع، والجانبين احنا قلناهم. والجانبين مش ان هو حلو ان انا بقوله لك النقطة الأولانية اللي هي أنت بتحس بالوقت وبتحس بالمزيكا وتلاقي إن الوقت جري بيك والارتخاء اللي أنت فيه والنشوة بتاعتك تزيد والضحك وكهكهة. مش مش اللي أنت متخيله. وأنا جاي لك من هناك وبقول لك مش اللي موجود دلوقتي، مش الحشيش اللي المفروض تجربه عشان توصل للمرحلة دي. انا جاي لك من هناك اهو بقول لك مش ده الحشيش، مش ده الحشيش اللي احنا كنا بنسمع مثلا عنه او بنشوفه في حته مثلا افلام قديمه. يعني انا ممكن اكون كبير شويه في السن، مش كبير شويه برضه، بس يعني حضرت افلام قديمه او بحبها. يعني مش زي الحشيش اللي كانوا بيشربوه مثلا في حتى لا يطير الدخان، ده لو حد اتفرج على الفيلم. مش هو اللي الناس كانت بتشربه في صرصره فوق النيل، لا، بقى غير حشيش تاني خالص احنا ما نعرفش عنه حاجه. بجد هو زي ما حتى اللي هو السيسي كان بيقول، هو مخلوط من A to Z. انت بتشرب كيمياء سك، يا ترى ابعادها عليك هتبقى عامله ازاي؟ الله اعلم. و انا بتكلم على فكره اخطارها هتبقى عامله عليك ازاي، طبعا الله اعلم في الاول وفي الاخر. بس خلينا نبقى متفقين، لا صدقني اخطارها عليك انت هتبقى شخص فجاه بمجرد ان انت تطلع دخان غير سوي ومضطرب نفسيا بشكل او باخر. لان هي الزهره نفسها مش موجوده يا معلم. الزهره نفسها اللي معمول بيها المخدر اللي الناس كانت بتقول زمان ده جميل، كان بيهدي، كان بيرخي، كان بيضحك، مش موجوده اصلا. تمام. فانت بتشرب حاجه ثق تماما ان هي هتخلي دماغك هتلسوع بجد، هتلسع في وقت او باخر. يعني ممكن النهارده، ممكن بكره، ممكن بعده. ففضولك ما تخلوش ياخدك في حته ان انا اجرب. انا قلت لك على الاحساسين، قلت لك على المستين، وباكدها لك للمره الثانيه. عزيزه وعزيزتي، يعني انت تشرب الحشيش مش ده الحشيش، مش هو، مش هو والله خالص. اسمعوا اللي بقول لكم عليه. انا مثلا بكلم مثلا الشباب والبنات الصغيرين في السن واللي قدي والناس حتى اللي اكبر مني، بس خلينا نتكلم في الشباب عشان ده هو المتداول ما بينهم او ده اللي بيتحرك عموما في وسط الجروبس اللي في السن ده. لو انت لسه صغير، يعني الموضوع مش مجرد ان انا بجرب ماده او او حاجه معينه وخلاص. لا، انت وانت في سنك الصغير ده وانت بتجرب حاجه زي دي او فضولك خلاك تاخد خطوه ان انت تجرب حاجه زي دي، انت مش متخيل انت بتاثر على ايه. العقل مبدئيا اصلا في سن المراهقه او الشباب بيبقى ماشي في خطوات تطوير ذاته. ربنا بيبقى حاطك في كل مثلا وقت معين من الاوقات الحياتيه بتاعتك بيتطور فيك حاجه معينه. انت هنا بتطور عقلك، دماغك بتتطور وانت في المراهقه او في الشباب. فانت لما تديله ماده زي دي، ومش هي اصلا، تاني هنرجع لنفس الموضوع، مش هي نفس ماده الحشيش اللي متعارف عليها، يعني اللي هي كان ممكن تدي لك الاحساس اللي احنا قلنا عليه الاول، مش هي. فانت بتدي له مواد غريبه، انت بتدمر دماغك، بتدمر جهازك الادراكي، بتدمر تطور دماغك بشكل او باخر. الانتباه عندك مش هيبقى مظبوط، الادراك عندك مش هيبقى مظبوط، اضطرابك النفسي هيبقى زايد. انت بوظت حاجه من قبل ما تكمل بناها. يعني ربنا ادالك حاجه علشان خاطر تتطور معاك على مرور الوقت وانت تحافظ عليها، انت دمرتها من قبل ما تتبني يا معلم، لمجرد ان الفضول خدك عشان انت عايز تجرب. حشيش مش قصة حد جرب وحد أدمن، حد جرب مجرد تجربة واحدة وحد فضل مكمل وخد الموضوع شكل متطور معاه وبدأ إن ده يبقى عادة من ضمن عاداته اليومية. مش دي مشكلته. مشكلته معقدة جدا. مشكلته في نقطة معينة وسبب أساسي أنا بشوفه، ومش للحشيش بس، لأي مخدر أو أي حاجة ممكن الإنسان يدمنها.
هو فضوله، الفضول. بس عايزك تسأل نفسك سؤال، يعني او تسألي نفسك سؤال قبل ما تجربي حاجة: هو انا فضولي اعرف ايه؟ ويا ترى هدفع تمن قد ايه في التجربة دي؟ سؤال مهم قوي، ابعاده كبيرة جدا. عشان كده انا معاكم محمود، هنتكلم عن الفضول ممكن يودينا لفين كل مرة، واسأل قبل ما تجرب.